أروح لإيناس من كام يوم. سبحان الله، ربنا القدر. أنا طبعًا رمضان ما باروحش أي حتة، أنتِ عارفة التراويح وتهجد والواحد مش ما عندوش وقت، فأنا قُلت إن شاء الله أصلي العيد وأروح لها. خلصنا صلاة العيد ورجعت البيت على أساس بس أريّح وأقوم أروح لها يعني عشان أول يوم العيد وكده، وبالذات كانت سوار كاتبة إن هي ابتدت تفوق شوية من الغيبوبة. المهم فأنا قُمت نايمة، لقيت أختي بتصحيني على الخبر. أنا دايمًا شايلة عندي في البيت عشان اللهم لك الحمد، لك الحمد، لمّا بنروح أي غُسل وكده. أنتِ عارفة أنا دارسة الحمد لله، دارسة في المعهد العالي للدراسات الإسلامية، وكمان معهد إعداد الدُعاة، وكان من ضمن طبعًا ال ال المواد بتاعتنا الغُسل الشرعي، حتى بيبقى عندنا مشروع تخرُّج عن الغُسل يعني. فالمهم الحمد لله أنا طبعًا ده يا راجل، أنا عارفة الناس تقعد تقول لك أصل معيار بتقول، أنا مش دي نعمة ومنة وفضل من الله عز وجل إن إحنا ربنا المستعان إن شاء الله إن إحنا يعني إن دي ربنا يرزقني، دي فيها ثواب أكبر بكتير من إن أنا أقدر أقول لِك عليه. وأنا واحدة من الناس اللي بتخاف جدًا، بس سبحانك يا ربي ربنا بيربط على قلبي في الغُسل. ربنا أكرمني إن أنا غسّلت أمي لوحدي وأنا في الغردقة، فمن يومها وأنا قلبي أوي وحسّيت إن ده اللهم اجعل غُسلنا في المؤتمنين من أمتنا، لازم يبقى حد مؤتمن ما يقولش الأسرار، ما يقولش شاف إيه. وأنا من الناس اللي بابقى قلقانة يعني شوية لو حد يعني بيلبس براحته، مش محجب، باقعد أقول ومن حُبّي لإيناس. بُصّوا إيناس مشكلتها أطيب قلب في العالم، أبيض قلب في العالم، غلبانة وشقيانة وحنيّنة واللي في إيدها مش ليها، مش أنا اللي هاقول. يعني أنا يمكن ما بابانش كتير مع سوار وإيناس، لكن عمري ما احتجت لهم إلا لمّا ألاقيهم. ودايمًا إيناس كانت تكلمني تسألني على حاجات فقهية، أنا باستغرب أقول لها: "يا بنتي أنتِ إزاي حريصة كده على إنِّك تعملي كده؟" بس أنا من قُربي من إيناس وسوار عارفة إن هُم بنات غلبانة ومحترمة وغلبانين وبيحبوا ربنا أوي. أنتِ عارفة إن إيناس وسوار بينزلوا بالليل يأكّلوا كلاب وقطط؟ أنتِ متخيلة؟ ويخافوا عليهم من البرد. يا حبيبتي ربنا يجعله في ميزان حسناتها يا رب. أنا لمّا قُمت كلمت سوار قالت لي: "أنتِ سايباني لوحدي تعالي." حالًا حطيت نفسي في العباية بتاعتي وأنا ساكنة جنبهم، فرُحت المستشفى. بس أنا عندي box كده، شنطة يعني حاطة فيها دايمًا لمّا باروح العُمرة باجيب لي 3، 4 أكفان وبازمزمهم، وباجيب السدر والكافور، الحاجات بتاعتنا بتاعة لمّا بنروح لغُسل شرعي يعني. فإذا طلبنا يعني باروح طبعًا، يعني باتمنى أصلًا يعني. المهم فأدوّر على الbox ما لقيتوش، كنت زعلانة جدًا وقُلت يا ترى دي أمارة إيه، يعني أنا كان نفسي أحطها في الكفن المتزمزم. المهم رُحنا وسبحان الله بس أول ما وصلت كانت لسه نازلة التلاجة. جِبنا الست طبعًا هي كانت بتصلّي يا حبيبتي وربنا يتقبّل منها والحمد لله كل حاجتها كانت متيسّرة وهي زي القمر وزي الفل. عملنا اللازم والحمد لله. وبعد كده ربنا أكرمني، دخلت أنا وسِوار مع المغسلة والحمد لله اتغسلت الغسل الشرعي وكانت زي القمر، كالبدر في تمامه. أنا كل المخاوف بتاعتي كنت عايزة لها الستر ومش عايزة حد يبقى معانا عشان ما أنتِ أمّا بتبقي داخلة الغسل مش عارفة هتشوفي إيه. لكن عمري ما هانسى شكلِك يا إيناس. أنا دخلت عند ناس كتير، بس عمري ما شُفت جمال كده، ولا ابتسامة زي اللي كانت على وشها، ولا طريان زي ما كنا يعني في الغسل كنا نقول لها تعالي تيجي. بُصّي اللي بتغسل ما بتقولش أي أسرار، ما بتقولش لو شافت وِحِش ما تقولش، لكن لو شافت حلو عن الميت لازم تخبّر وتقول، لإن ده علامة من علامات الصلاح. أنا كل اللي كان بيدور في دماغي وأنا جوّه الغسل باغسّل شابة قمر في عز شبابها بجمالها. أنا ما كنتش أعرف إن إيناس عمرها ما حطِّت extension، الله أكبر! ترابيزة الغسل شعرها طول بعرض، يعني شعرها بجماله، وشها بجماله، جسمها بجماله، كل حاجة فيها زي القمر. يعني حتى يعني المفروض الكبد والحاجات دي بتصفّر لأ والله وشها كان عليه نور. وفضلت مغمضة بس لمّا مامتها سمعت صوت مامتها عينيها فتحت شوية، وشُفت في عينيها دمعة الفراق. دي أكتر حاجة. وعايزة أقول لكم كرمها في الكفن لا شُفت ولا هاشوف.
انا شفت واحده، كنت بغسل واحده وكنا جايبين 15 متر. اللي راح جاب الكفن جاب قماش بزياده كتير قوي، والست قصيره زي كده. مهما اقولك كنا ازاي الكفن كان بيكش ومش مكفيه. كنت مستغربه انك يا ايناس في 5 ادراج، بالستر، بالجمال، بريحه المسك اللي كانت ساعه ما كنا بنغسلها، بكل حاجه حلوه، بفرحه، بالحضن لما كنت اخدها في حضني عشان نغسل. قشطه زي القشطه، زي الفل. والقران كان جنبينا، والملائكه كنت حاسه بيهم. حسيت ان يا ربي ارزقنا حسن الخاتمه. جايز مرضها واللي عانته ال10 ايام ده تنقيه ليها، وتنقيه ليها من الذنوب لو كان في اي حاجه، وهي قلبها الابيض. وصلينا عليها في المستشفى، ان انا حتى طرحتي سلفتها. يعني انا كنت لابسه التلبيسه بتاعتي، وحتى طرحتي سلفتها، علشان انا كنت عايزه اكبر قدر من الناس يصلوا عليها. كانت وصية طول الغيبوبة، كل الناس كانوا بيقولوا ان هي كانت بتقول بابا، بابا محمود، محمود، محمود. فانا حسيت من كلامهم ان هي فعلا عايزة تدفن مع باباها. وخدنا وقت كبير جدا عشان ناخد قرار، هل تدفن هنا في مصر تبقى قريبة من مامتها واختها يقدروا يزوروها كتير، ولا تدفن في تونس. وطبعا يعني احنا خدنا تقريبا من الساعة 4:30 لحد 9 بالليل، لا مامتها ولا اختها بالحالة النفسية اللي كانوا فيها عارفين ياخدوا قرار. شوية يقولوا نعمل الإجراءات، الحمد لله ربنا. بس أنا على فكرة لما لقيت إن أنا اكلم اي حد، الاجراء اللي بيتاخد في يومين 3 ولا ساعتين 3 يتعمل في دقيقة، ربنا وقف لها ولاد الحلال ووداها مكان ما كانت عايزة تدفن، في حضن ابوها في بلدها. وحسم حسم التردد او عدم اتخاذ القرار، طبعا نظرا للحاله النفسيه اللي كانت فيها صور وطنط نعمه، انه الرئيس التونسي طلب ان بنت بلده تروح تدفن هناك، وهيطلع لها مندوب من الرئاسة والناس هتستناها. مش عايزة اقولك البنت دي فيها حاجة لله، فيها آية من آيات الله، في حاجة يا ايناس لحد دلوقتي انا مش عارفاها. عايزة اقولك انا رغم ان انا تعبت جدا امبارح، طبعا انا هناك من الساعة صليت الظهر ونزلت وراجعة الساعة 11 بالليل، وصدري تعبني، طبعا جالي أزمة من كتر ما أنا زعلانة عليها، بس لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن البنت دي من أطيب الناس، وعلامات الطاعة والصلاح بتبان احنا من كتر الغسل اللي احنا بنغسله بنعرف والله في امارات. امارات اذا كان الشخص ده كريم، اذا كان الشخص ده بار، اذا كان الشخص دوت وهو بيموت شاف مقعده من الجنة. هل سيدنا عبد الرحمن او ملك الموت بيبقى جايب منظر بشع، فبتلاقي ناس وانا بغسلها وشها مكشر او عينيها مكرمشه، نفرد الوش ما يتفردش. ناس كانت عامله كذا عمليه، عملوا لها عمليه والمراره انفجرت يعني المراره انفجرت فيها، سممت لها الدم والكبد، انما ما فيش حاجه طلعت منها، كانت زي الفل. بصي كلمة قشطة، أنا بشوف ناس بنقعد ننظف يعني هي قشطة وفل، وزي عروسة من عرايس الجنة. وانا بلبسها الخمار قلت لها يا حبيبتي قمر في الخمار، يا رب احسن وفدتها اليك وانا بلبسها الخمار. انا عايزه اقول لكل واحده يا حبيبتي، اللي مش هتلبس الحجاب في الدنيا هتلبسيه. انت دلوقتي تقدري تلبسيه شيفون، تقدري تلبسيه حرير، تقدري تلبسيه احمر ابيض، لكن هتلبسيه من ارخص انواع القماش، ولا هيتحط لك دبابيس، هيتحط كده. ما تستنوش يا جماعة، ما تستنوش لحد يوم ما تبقوا على ترابيزة الغسل وتضطروا تلبسوا الخمار، وساعتها بتلبسيه غصب عنك، لانك مش هتقبلي على الله الا بالخمار، الا وانتي لابسة الخمار اللي ربنا. ولو كل الناس شككت ان الحجاب فرض، يشوفوا لو كانوا يقدروا يغسلوا مسلمة ويكفنوها من غير ما يلبسوها في الغسل الشرعي الخمار، يبقى هو فعلا الحجاب مش فرض. نسأل الله العافية. وبطلب من كل الناس، كل الناس انه يدعوا لها بالرحمة والمغفرة. وانا والله مطمنة عليك يا ايناس، ويا حبيبتي على عيني انك سافرتي ومعرفتش اسافر معاكي تونس، رغم ان برضو القنصل بصراحة، يعني السفارة التونسية عملوا
كل ما يُجَب عليهم، كان أي تصريح أمني كانوا هناك في تونس خلّصوا كل حاجة، ومندوب السفارة كان معانا ما سابناش. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، وربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل مرضها في ميزان حسناتها، ويصبّر أهلها وأمها، لإن طنط قالت لي يا عيني لمّا هي سمعت صوت مامتها عينيها فتحت سِنّة كده، فلمّا مامتها دخلت تبوسها فلقيت إن حاجة بتلمع في عينيها، فباقول لهم هي لابسة lenses أتاريها دمعة الفراق. فلمّا مامتها قالت لها سامحيني وهي عينيها دمعت، فمامتها تقول لي: "لأ ما تكفّنوش ده تكون لسه فيها نَفَس." كانت عندها حالة عدم تصديق، بس ده إحنا بنشوفه كتير في الغُسل طبعًا، بيبقى لسه الجسم فيه يعني مش نبض، بيبقى فيه أنتِ عارفة القلب كان بيبقى بيتحرك، هو بيقِل يعني بيقِل يعني ما بيقفش مرّة واحدة، بيبقى في بعض النبض يعني، بالذات إحنا لمّا بنستخدم المَيّة دافية شوية، لو في حاجة في الجسم بتبقى بعيد عنِّك متخشبة بتبقى تسيل بقى. فمامتها تقول لي: "لأ طَب استنوا يمكن يكون فيها نَفَس." يا حبيبتي الأم وقلب الأم أنا مش قادرة أقول لك حالة مامتها عاملة إزاي، سِوار لإن أنا دايمًا كنت أقول التوأمان على سِوار وإناث، فالحالة اللي كانت فيها سِوار وكفاية إن الواحد يطلّع لها صدقة بنيتها ويدعي لها وهي شهيدة، نسأل الله ونحتسبها إنها شهيدة، لإن المبطون يعتبر شهيد وهو من الشهداء ال5، شهيد البطن وشهيد الهدم وشهيد البطن وشهيد الردم وشهيد الحرق وشهيد في سبيل الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى إن هي تكون شهيدة، محتسبين ده، واللي أنا شُفته على وشها في الغسل دي أمارة شهادة وقبول من الله عز وجل، وميتة يوم العيد، معيّدة ليوم القيامة، ويا رب يكمّل شبابها في الجنة. شكرًا.